أهلا بكم مستمعينا في نقاش معمق حول كأس العالم للأندية 2025. البطولة اللي السنة دي مختلفة تماما في أمريكا. فعلا أول مرة بالشكل الجديد ده، 32 فريق، نقلة كبيرة عن نظام ال7 فرق القديم. صحيح، والنهاردة مصادرنا متنوعة، تقارير أخبارية، تحليلات، هنركز على النتائج، أداء الفرق العربية زي الهلال السعودي طبعا، والنظام الجديد ده، وكمان إيه الجوائز المالية الضخمة. تمام، هدفنا نقدم خلاصة سريعة ومهمة عن أبرز اللي حصل لحد دلوقتي. طيب خلينا نبدأ بالنظام الجديد ده. إيه أبرز ملامحه؟ زي ما قلنا 32 فريق بدل 7، والبطولة بقت كل 4 سنين مش كل سنة. السنة دي في الولايات المتحدة من نص يونيو ليوليو. طريقة اللعب نفسها اتغيرت، بقت زي كأس العالم للمنتخبات، 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق. وتأهل الأول والتاني؟ بالظبط، الأول والتاني من كل مجموعة يروحوا لدور ال16، وبعدين خروج مغلوب لحد النهائي، ومفيش ماتش تحديد مركز ثالث السنة دي. تغيير كبير فعلا، والتوسع ده أكيد أثر على توزيع المقاعد بين القارات. طبعا، أوروبا ليها النصيب الأكبر، 12 مقعد، أمريكا الجنوبية 6، وبعدين آسيا وأفريقيا والكونكاكاف كل قارة 4 مقاعد، وأوقيانوسيا مقعد، والبلد المستضيف اللي هو أمريكا مقعد. يعني توزيع عالمي أكثر بكتير، وده يودينا للمشاركة العربية. عندنا 5 فرق السنة دي، صح؟ أيوة، 5 فرق: الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي. مشاركة قوية عددياً. طيب إزاي كان أدائهم؟ نبدأ بالأهلي يمكن. الأهلي للأسف مشواره انتهى في دور المجموعات، عمل تعادلين، واحد سلبي مع إنتر ميامي، وواحد مثير جداً 4-4 مع بورتو. الماتش ده كان غريب جداً، لكن الخسارة من بالميراس البرازيلي 0-2 حسمت خروجه بنقطتين بس. الغريب إنه في فترة كان متصدر المجموعة بقواعد اللعب النظيف، بس ده ما نفعش في الآخر. طيب نروح للهلال السعودي بقى، أعتقد هنا في كلام كتير. أكيد، الهلال عمل أداء ملفت جدا. البداية كانت بتعادل تاريخي 1-1 مع ريال مدريد. يا سلام، دي أول مرة فريق عربي ياخد نقطة من الريال في البطولة دي؟ بالظبط، أول نقطة في تاريخ البطولة لفريق عربي ضد الريال. روبن نيفيز جاب الجول للهلال من ضربة جزاء، والريال جاب جون عن طريق جينزو غارسيا. وياسين بونو كان نجم الماتش ده، صد ضربة جزاء. صحيح، بونو كان ممتاز. النتيجة دي كان في جدل حولها، ناس شافتها إنجاز وناس قللت منها شوية، لكن الأكيد إنها كانت مهمة للهلال. وبعدين؟ بعد كده الهلال اتعادل 0-0 مع سالزبورغ النمساوي، ماتش كان تكتيكي أكتر. تمام. لكن الضربة الكبيرة كانت في الماتش الأخير في المجموعة، فوز كبير جدا 5-1 على باتشوكا المكسيكي. 5؟ مين سجل؟ رينان لودي جاب هدفين، وسالم الدوسري وسافيتش، والبديل ماركوس ليوناردو. أداء هجومي كان رائع بصراحة. وبالنتيجة دي ضم التأهل لدور ال16. أيوة، تأهل عن جدارة كمتصدر لمجموعته. أداء قوي جدا من الهلال. ممتاز. طيب بالنسبة لباقي الفرق العربية، الترجي والوداد والعين. الترجي التونسي كان جمع 3 نقطة من فوز، بس واجه تشيلسي في آخر ماتش، وكانت مهمة صعبة عشان التأهل. والوداد والعين؟ الوداد والعين للأسف كانوا ودعوا البطولة حسابيا قبل الجولة الأخيرة، والمفارقة أنهم لعبوا ضد بعض في آخر ماتش. العين بالذات عانى دفاعيا بشكل كبير، دخل فيه 11 جول في أول ماتشين. يا ساتر، 11 جول، رقم صعب قوي، يعكس حجم المنافسة والتحدي في البطولة دي صراحة. طيب بعيداً عن النتائج، في جانب تاني عمل ضجة كبيرة جداً السنة دي، وهو الجوائز المالية. الأرقام اللي بنسمعها خيالية. خيالية فعلا، بنتكلم عن مجموع جوائز بيوصل لمليار دولار أمريكي. مليار؟ أيوة، البطل لوحده هياخد 125 مليون دولار. ده رقم بيحط البطولة دي في حتة تانية خالص ماليا. طيب ومجرد المشاركة، الأندية بتاخد فلوس حتى لو ما كملتش؟ أكيد، الأندية من أفريقيا وآسيا والكونكاكاف زي الأهلي والهلال مثلا، كل فريق خد 9,550,000 دولار لمجرد المشاركة. أندية أمريكا الشمالية بتاخد أكتر شوية، حوالي 15.2 مليون،
والأندية الأوروبية بين 12.8 مليون وممكن توصل ل 38 مليون دولار تقريبا حسب تصنيفها وقوتها. حتى أوكلاند سيتي خد حوالي 3.6 مليون دولار. يعني المشاركة مربحة جدا، وفي كمان مكافآت على النتائج في المجموعات والأدوار اللي بعد كده؟ طبعاً الفوز في دور المجموعات ب2 مليون دولار إضافية، التعادل ب1 مليون دولار. حلو قوي. ولما تتأخل الأدوار الإقصائية الأرقام بتزيد. التأهل لدور ال16 ب7.5 مليون، لربع النهائي 13 مليون و125 ألف دولار، نص النهائي 21 مليون، والبطل بياخد فوق كل ده 40 مليون دولار إضافية. واو، يعني الهلال مثلا بتعادلين وفوز وتأهل عدى 20 مليون دولار بسهولة؟ عدى 21 مليون دولار كمان، تعادلين ب2 مليون، فوز ب2 مليون، مشاركة بحوالي 9.5 مليون، وتأهل ب7.5 مليون. أرقام ضخمة ومحفزة جدا للأندية عشان تقدم أفضل ما عندها. ده يفسر جزء من قوة المنافسة اللي شفناها، بس كان في مفاجآت برضه، خصوصا من ناحية الفرق الأوروبية. يعني خروج بورتو وأتلتيكو مدريد من المجموعات ده ما كانش متوقع أبدا. مفاجآت كبيرة فعلا، وده فتح نقاش كبير في المصادر عن سبب الأداء ده. سيميوني مدرب أتلتيكو قال إن السبب هو الإرهاق الكبير للاعبين بعد موسم أوروبي طويل. حجة الإرهاق دي دايما بتتقال. بالظبط، لكن في ناس ردت عليه. فيليبي لويس لاعب فلامينجو السابق قال إن فرق أمريكا الجنوبية بتكون في نص الموسم وجاهزة بدنياً أكتر وبيلعبوا كل ماتش كأنه نهائي. تمام. وكمان قريت إن زيكو الأسطورة البرازيلية انتقد الكلام ده واعتبره أعذار، وقال إن الفرق البرازيلية بتلعب ماتشات أكتر طول السنة. صحيح، المقارنة بعدد الماتشات مش دايماً في صالح الحجة الأوروبية. على الناحية التانية لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان اللي فريقه تأهل كان ليه رأي إيجابي. قال إيه؟ أشاد بفكرة البطولة نفسها وبالمستوى العالي للمنافسة. قال إن الفجوة بين أوروبا وباقي العالم بتقل، وإن البطولة دي فرصة ممتازة نشوف فيها الاحتكاك ده. يعني شايف إن المنافسة العالمية بقت حقيقية أكتر. وده يخلينا نسأل عن التغطية الإعلامية للحدث الكبير ده، كانت عاملة إزاي؟ كان فيه اهتمام كبير. محلياً مثلاً قنوات زي اليوم السابع عملت تغطية مكثفة واستوديوهات تحليلية، وعالمياً شبكة دازون عملت حاجة مميزة قوي. اللي هي إيه؟ أتاحت مشاهدة كل الماتشات مجاناً على الإنترنت لكل العالم. دي خطوة كبيرة في النقل التلفزيوني. ده غير طبعاً شبكات تانية زي MBC نقلت ماتشات مهمة زي ماتش الهلال. تغطية تليق بحجم الحدث فعلاً. طيب، لو حبينا نلخص أهم الأفكار من نقاشنا النهاردة، ممكن نقول إن النسخة الأولى الموسعة دي من كأس العالم للأندية قدمت دراما كروية حقيقية، مفاجآت، مستوى تنافسي عالي بين قارات مختلفة، وجوائز مالية خرافية غيرت الحسابات. والأداء العربي كان فيه تباين واضح، لكن مسيرة الهلال وتأهله التاريخي كانت النقطة الأبرز والأكثر إيجابية. بالظبط، والهلال لسه مكمل في البطولة، لكن يبقى السؤال الأكبر للمستقبل مطروح دلوقتي، اللي هو؟ يعني هل الشكل الجديد ده للبطولة بكل الإمكانيات دي والمفاجآت اللي شفناها قادر فعلاً إنه يغير شكل خريطة القوة في كرة القدم العالمية على المدى الطويل، ولا هتفضل الهيمنة الأوروبية زي ما هي ودي مجرد ومضات أو مفاجآت متقطعة؟ سؤال مهم جداً ويحتاج وقت عشان نلاقي إجابته. أعتقد أن النسخ الجاية هي اللي هتكشف لنا ده. فعلاً الموضوع يستحق المتابعة.